اكتست مدن وعواصم عدة في العالم حلة العيد احتفاء بمولد السيد المسيح عليه السلام. في تقليد مستوحى من روح العيد، احتفل مئات المتطوعين في عاصمة كوريا الجنوبية بعيد الميلاد مرتدين زي سانتا كلوز، وجابوا المنازل ليوزعوا الهدايا على أكثر من 1000 طفل في عادة بدأت المرة الأولى عام 2006. في تايلاند كانت لأيقونة البلاد مشاركة مميزة في احتفالات العيد. فيلة قدمت الهدايا للأطفال في المدارس وقامت بعروض رسمت ابتسامات عريضة على الوجوه. لطالما تميز سانتا كلوز بانتقاله عبر عربته في الأرجاء ليسلم الهدايا للأطفال، ولكنه في اليابان بلد الابتكارات خرج من بين الأسماك، حيث فاجأ الغطاسون زوار حوض الأسماك في مدينة طوكيو بعرض بحري خطف الأبصار. الساهرون على حفظ الأمن اختاروا أن يقدموا هداياهم للأهالي من وحي عملهم باللونين الأبيض والأحمر بدلا من ألوان بالذات الشرطة القاتمة. أفراد شرطة المرور في بيرو جابوا الطرق حاملين معهم رسالة من صميم عملهم. لا يوجد لدينا هدايا، ولكننا نحمل رسالة الحب والسلام، ورسالة ندعو فيها للحد من حوادث الطرق. ارتدوا أحزمة الأمان ولا تتخطوا السرعة المحددة. محبو ركوب الأمواج في استراليا احتفلوا بالميلاد على طريقتهم بعرض بحري استوحى المشاركون فيه ألبستهم من رمز العيد أيضا. باريس عاصمة النور تزينت كعادتها في هذا اليوم الذي يأخذ العالم فيه استراحة من أحداثه المتسارعة ليعود إلى أبرز رسالتين في ميلاد المسيح: المحبة والسلام، كلمتان أحوج ما يكون العالم إليهما في ظل الظروف الراهنة.